السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي افرجيكم بعض العطور اللي عندي والاشياء اللي انا بستعملها بعد ما اخلص من شغل بيتي واقعد واستريح وادلع نفسي واعمل واخذ الشاور تبعي. هي اشياء، يعني العطور اللي عندي، يعني هي كم علبة مش كتير، بس لوشنات واشياء تانية. هذه النينة العطر هاي جتني هدية، ريحتها خفيفة خفيفة حلوة كتير. حتى شوفوا شكلها هيك، الديزاين تبعها كتير راقي وكتير رائع، بس ريحتها خفيفة كتير، بس حلوة حلوة. أنا بحب الروائح الخفيفة، حلوة حلوة كتير. هي هدية. النينة العطر هاي من تركيا. لما رحت على اسطنبول، أنا رحت عدة مرات على اسطنبول، فهذه الريحة حلوة. اللي بعتنا إياها قالت إن ما فيها أي نوع الكحول، يعني طبيعية. بالفعل قالت إن مميزة فيها تركيا. الله، ريحتها تحفة تحفة تحفة. هاي الإنينة من عمان، فل، برضو ريحتها كتير حلوة. أخذتها لما نزلت من عمان. هذا طبعا يعني ما بده كلام. هذا أحلى عطور جربتها في حياتي كلها. يعني كوكا شانيل هو النمبر 1 في جميع العطور. طبعا ما إلي غنى عنه، كل ما بتخلص علبة بجيب علبة. العطر الثاني هذا اللي اسمه المسك الأبيض. هو يمكن هذا مش أصلي، لأني أنا هذا اشتريت العلبة من عمان. احتمال هذا تقليد، بس أنا من كتر ما بحب المسك الأبيض أنا بعشقه، بحبه. فكل يعني أي مسك أبيض بلاقيه، حتى لو تقليد بشتري، لأني أنا بحب المسك الأبيض، لأنه بتضل في ريحة المسك الأبيض. الله، ريحته حلوة وراح أضل أشتري. عارفة مش الأصلية، بس حلوة، أنا بحبها. هذا طبعا جونسون، كتير رائع للوجه، مرطب حتى للإيدين للرجلين. شوفوا أنا أي نوع لوشن بجيبه ما بيعجبني لإيديا بستعمله للرجلية. فهذا جونسون طبعا ما بده حكي، كتير رائع للوجه وفي الليل. هدول طبعا المسك الأبيض، هذا تقليد برضه، مش هقولكم إنه أصلي، لا تقليد برضه. زي ما قلت لكم، طالما إني أنا بحب المسك الأبيض فبرضه اشتريته من عمان، فأنا بحبه. ريحته رائعة رائعة. المسك الأبيض أنا اشتريته لما رحت على السعودية، والحمد لله ربنا أكرمني بعمرات وحج. سبحان الله، العلبة اللي أزي هاي غالية غالية، وريحته مميزة مميزة، حلوة 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 كتير. هاد هدية برضه من صاحبتي، بخور طبعا بنحط هيك على الرسغ وبنسوي كتير، ريحته حلوة. عن شو نحكي كمان؟ النيفيا صفت ما بدها كلام، حلوة ورائعة على الوجه وعلى اليدين. هاد هدية على ريحة لافندر، رائعة، مرطب درجة أولى، وريحته خفيفة وحلوة. هذا كمان شوف أنا خلصت من كتر ما بستعمله. بخور برضو بنحط بس هيك على الرسغ من هون وبنمسح، ريحته كتير حلوة. هذا حلو. هذا اللوشن على جرين تي، على الشاي الأخضر. هاي العلبة ومرطب للوجه، رائع رائع رائع، ومفيد للتجاعيد، لكن ريحته مش حلوة، قوية، بس مفيد كتير للوجه ومرتب. يعني ترطيبه نمبر 1، يعني ترطيبه عالي كتير، بس للأسف ريحته مش حلوة كتير. يعني متهيألي لو على
لافندر او على رمان كانت حتكون ريحته اهون واحلى. طيب هاد على زيت الأورجان، هذا أنا اشتريته من إسبانيا لما رحت على إسبانيا، بجنن تحفة. الله ريحته حلوة، يعني أنا بخاف أستعمله عشان خايفة يخلص من كتر ما هي ريحته حلوة. طبعا هذا مرطب لليدين. لا بصراحة ما جرأت إني أستعمله لوجهي. طيب هذا الدوف برضه حلو كتير، مرطب للوجه، برضه من المجموعة اللي بحبها. هذا رائع وأكتر من رائع. هذا على زيت زيتون، اشتريته برضه لما رحت على إسبانيا. ريحته قوية، الله بتشميها من مسافة من كتر ما هي ريحته قوية. على زيت زيتون، أنا لاحظت في إسبانيا إنه كل إشي عندهم على زيت زيتون، بيستعملوا زيت الزيتون بكثرة، وسبحان الله رائع رائع. يعني ضايل فيه نتفة صغيرة بس، وبستعمل منه شوي شوي لأني خايف يخلص من كتر ما هو ريحته حلوة. طيب هذا الدوف مزيل للعرق، الصراحة رائع جدا. استعملت عدة أنواع مزيلة للعرق، لكن هذا اللي على سبراي رائع، لأنه ببيض وثابت وبقعد معاكي لفترة طويلة. يعني لو طلعتي بدري الصبح وضليتي للعصر بضل ريحته ثابتة. شو كمان؟ هذا للرجلين، هذا عشان الرجلين اللي بيكون في عندها تشققات في الرجلين أو رجليها من تحت فيها خشونة. هذا شوف هنا خلصته. في منه على عدة نكهات. أنا كل مرة بجيب نكهة شكل، كله زي بعض، يعني ما بتختلف على مش على برقوق على رمان، كله نفس الشيء. ويعني وكله مفيد للرجل، بخلي الرجل ناعم وملمسه هيك. يعني أنا من أجي أطلع بدهر رجلي من تحت وبلبس جراباتي، فبحس إن رجلي بضلوا رطبين وناعمين. طبعا هذا غني عن التعريف، يعني مشهورة في كل الدول العربية وخاصة مصر، لأنه هذا هدية من حبيبتي وصاحبتي المصرية، جبت لي إياه من مصر. وش اسمه إيش؟ أنشانتر. هون مكتوب أنشانتر. ريحته ثابتة وحلوة، لكن سمعت إنه كثرته مضرة، وخاصة في تحت الأبطين. لا أؤيد. لا، أنا سمعت إنه في ناس هيك بتستعمله. لا طبعا ما بأيد هاي الفكرة. بس كلوشن رائع رائع رائع، وريحته ثابتة. هذا على لونه زهري، وهذا اللون الأحمر. برضو هذا الأحمر أنا جبته لما نزلت على عمان، برضو ريحته حلوة وثابتة وقوية. طيب الجونسون على بودرة، أنا لما بكون عندنا الجو هون في شيكاغو بكون جو مش طبيعي، حر، فبحط من البودرة هاي على جسمي عشان يمتص العرق. لكن أنا سمعت في الآخر إن شركة جونسون اعترفت إنه كل المواد اللي بتستعملها فيها مادة مسرطنة. فما بعرف هذا الخبر صحيح أو لا، أنا ما بعرف. بس أنا البودرة جونسون بحبها وما بستغنى عنها في الشوب، لأنها بحس فيها بتمتص العرق وما بيطلع لي ريحة عرق. هذا طبعا الكل بيعرفه والكل بيستعمله، الجونسون اويل. في فيتامين اي هو. يعني انا لما بدي احط اشي على جسمي، لوشنات، بحطها بعد ما بعد الحمام بنص ساعة. مش العطور الخفيفة تبعت باث اند بادي او عطور التانية، لا ما بحطها على جسمي لانه بخاف منها. لكن الجونسون هذا الاويل بعد الشاور بنص ساعة بدهن ايديا ورجليا من فوق لتحت بس. يا حلو كتير، مرطب كتير، بخلي جسمك هيك زي البيبي، رائع. انا كل ما بتخلص علبة بجيب علبة، لكن برجع بقول لكم ما بستعمله بعد الشاور على طول، بعد الشاور بنص ساعة، لانه اول نص ساعة بتكون المسامات مفتحة. حتى تقفل المسامات بعدين انا بستعمل هذا البيبي جونسون.
الاويل. طيب من مرطبات للشفايف بحب هاي الماركة كتير رائعة. وطبعا الفورمولا كمان رائع. على بالمرز يا هذه برضو البالمرز كتير رائعة وحلوة. لكن لو انت ما عندك هذا كله مش مشكلة، وعندك هاي العلبة كفاية. هذه النيفيا زي ما بيحكوا لجميع أفراد العائلة. رائع رائع رائع. يعني الصراحة بعد التجربة النيفيا أحسن شيء للتجاعيد، مبيض للبشرة، بفتح البشرة، يعني رائع. يعني لو انت ما عندك هذا كله مش مشكلة، بتقدري تستغني عنه. المهم تكون عندك هاي العلبة، هذه أهم وأحسن علبة في هذا كله. لكن إحنا سبحان الله النساء بنحب الروائح كتير، نستعمل يعني بس نرضي أنفسنا هيك ونحس ريحتنا حلوة ونبسط حالنا. هذه المجموعة اللي عندي حبيت أحكي لكم عنها. إشي من عمان، إشي من إسبانيا، هاي من تركيا رائعة. اللي بتروح على تركيا تشتريها ما تتردد أبدا، حلوة. هاي الفل من عمان الصراحة مش الكل حبها، في لما يشموا ريحتي حاطط منها بقولوا لي ريحة ياسمين قوية كتير. يا إن شاء الله تكون مجموعتي أعجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.